الله يجزيك بخير. حياك الله سيدي خالد، مرحبا، جزاك الله خيرا على اثاره هذه نعم. المساله هذه، لان هي من الاهميه بمكان. فشوف، هذا بعدا ابتداء كنفرشوا وتنقولوا ان راه حنا مسلمين وتنتكلموا مع المسلمين. فوسط هذه الدائره هذه باش نقدروا نحددوا النقاش، حيت الا خرجنا من دائره الاسلام غنبداو نهضروا على حويجات اخرين، غيكون عندنا الغايه من حنا من الوجود ديالنا غايه نفعيه ماديه، وديك الساعه نبقاو نهضروا على ما هو نفعي مادي وغيكون هو اهم حاجه بالنسبه لنا. لكن بالنسبه لنا حنا كمسلمين عندنا مرجعيه تضبطنا تتحكمنا. فالاصل الاول اللي تيحكمنا هو القران الله عز وجل والسنه ديال النبي عليه الصلاه والسلام صلى بمعنى الله عليه الوحي. وسلم. غنجيو ناخذوا مثلا القران، غنلقاو باللي ما كايناش شي صفحه، مثلا المصحف مثلا الطبعه ديال المدينه فيه 604 ديال الصفحات، ما يمكنش تلقى صفحه الا وفيها على الاقل ذكر مره واحده الله عز وجل، اما باسمه العلم، اما باحد اسمائه الحسنى، واما باحدى صفاته العليا. بمعنى ان الموضوع الاعظم اللي كاين عندنا في هذا القران اللي خلاه لنا الله سبحانه وتعالى باش نمشيو عليه الى قيام الساعه، غتمشي عليه الامه الى قيام الساعه، هذا هو الدستور ديال هذا تمشي عليه هو القران الكريم. بغينا نعرفوا اي كتاب ولله المثل الاعلى، اي كتاب بغيتي تعرف شنو هو الموضوع ديالو اللي بالنسبه لذاك الكتاب مهم ومهم بالنسبه لذاك الكاتب، غتشوف شنو هو الموضوع اللي كيبقى يتعاود بزاف، شنو هو اللي عليه، شنو هو قطب الراحه اللي كيدور عليه داك. غنقلبوا القران غنلقاو ان الموضوع الرئيس هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما خلقنا وقال لنا ان الحكمه العظمى من خلقه لنا هي ان نعبده. كاين حكم اخرى، ان نعمر الارض، والذي انشاكم في الارض واستعمركم فيها. وكاين عندنا حكمه، الى غلطت في الايه دي خالد تتصحح لي، وكاين عندنا حكمه مثلا هو اقامه شرع الله عز وجل في الارض. لكن هذا الشيء كله انما هي حكم تاتي بالتبع. الحكمه رقم واحد هو ان نعبد الله ونوحده ولا نشرك به شيئا. فالناس كيضرهم الجانب المادي، وهذا عادي جدا. راه حنا ماشي كنقولوا للناس لا ما تهضروش في هذه لا ما تهضروش في هذه، حنا كنقولوا شنو هو الموضوع اللي خصو ياخذ لنا اكبر وقت ممكن من حياتنا، واللي خاصنا نتكلموا فيه ونعاودوا نتكلموا فيه. دابا بنادم غيقول لك، غتلقى واحد العدد الناس تيقول لك دوي لنا على غلاء الاسعار، ما دويتيش على غلاء الاسعار، ولا انتم مخلوعين. المهم ديك الاسطوانه المشروخه اللي معروفه عند واحد العدد ديال الناس، دوينا على غلاء الاسعار. وغنجي نقلب غنلقى هذاك السيد كيقول بغاني انا مثلا، او بغى سيدي خالد يهضر على موضوع غلاء الاسعار، في حين الناس دي خالد او لا مثلا اخوكم ياسين ملي كان تيهضر على ذاك الموضوع ديال مثلا ديال الصلاه، ما عمرك ما كنتي كتصنت ليه وما كديهاش فيه، وكتقول لي تبارك الله على كلام زوين كنت ما كنوضش تصلي. ملي كيهضر معاك مثلا ياسين ولا خالد ولا عالم ولا داعيه كيقول لك مثلا ما تبقاش تمشي الله يجزيك بخير من الشعوذه والسحر والشوافات والعراقات، ما تتصنتش. تيقول لك اودي حبس الحشيش، حبس المخدرات، حبس الامور اللي كتاكل لك، ما تتصنتش. ملي كانت دارت شحال هذه مجموعه من الامور كنا دائما نوصيو كنقولوا شوف، راه المساله تحتاج تغيير الاوضاع، يحتاج الى وعي والى طول نفس. كان بنادم كيقول لنا وانتم شحال فيكم ديال تكثار الهضره وديال تعمار الشوارج. ملي المساله بقات غدا وكتراكم كتراكم كتراكم وكتفاقم حتى ولات بالحاله اللي حنا كنعيشوها دابا ديال غلاء الاسعار والمعيشه وكذا، ولاو عاد باش كيقول لك اجيو نتوما اللي اصلا ما كيتصنتوش لكم اصحاب القرار، كيقول لك اجيو دويو لنا على هذا الموضوع على هذا الموضوع. في حين ملي كندوي لكم على الموضوع اللي هو الى متي دابا في هذه اللحظه وانت كتسمع ليا، الى متي دابا في هذه اللحظه، واش غتسال على المسائل الماديه ولا غتسال على هذه، ولا غتسال على التوحيد ديالك والعبوديه ديالك لله عز وجل؟ هذا هو الاصل. صحيح، والله اعلم. لا انا متفق معك السيدي ياسين، فهمتيني. الناس ما عمرهم تيقول لك مثلا كيديروا لنا مثلا يديروا حمله على الدعاة ويقولوا بغينا هاد الدعاة هادو انهم يتكلموا لنا على التوحيد، ويتكلموا لنا على الشركيات، ويتكلموا لنا على السحره والمشعوذين وهؤلاء الذين يضلون الناس ويعلمونهم ما يتعلق بالشرك وكذا. بغينا بحال هادشي اللي قالوه مزيان، ما عندناش مشكل، ولكن تيبقى الانسان مثلا الهم ديالو الوحيد هو الكرش ديالو البطن ديالو، وما تيهموش ابدا التوحيد الله عز وجل. كتلقى مثلا في الاسره ديالو عندكم فيكم الجوع مثلا، لا مشكل ديال الجوع، غلاء الاسعار، المعيشه وصعيبه، ولكن في الوقت نفسه عندك بزاف ديال خوالاتك وجداك وامك وكذا باقي يعلقون ديك السريره ومعلقين مثلا شي حاجه يعني يظنون بانها تدفع الضر، وباقي تيمشوا عند الضريح كيذبحوا ليه من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول من ذبح لغير فقد اشرك. باقي تيديروا هادشي كامل، فهادو الى ماتوا بالجوع
ومع ديك الصريره راه مشكله. صحيح. وإلا ماتوا اغنياء لاباس عليهم وباقي معلقين داك الشيء راه مصيبه كحل هذه، فهمتيني؟ اذا القضيه ديال التوحيد هو اهم موضوع رقم واحد. صحيح. ثم كتجي الامور اخرى اللي تتعلق بالعبادات، ثم كتجي الامور ديال الخدمه والعمل وكذا وكذا. الاصل اصلا ان الانسان يعمل، والدنيا يعمل سواء قلت لي يعمل لما تعمل غيعمل. ثم كذلك الجانب الاقتصادي وكذا. الدعاة ما كيفهموش فيه مثلا. انا ما كنفهمش علاش تغلى الاسعار، ما عرفش. اذا بيجوا المتخصصين في الاقتصاد وغيتكلموا على ما يتعلق بالتضخم، يتكلموا على ما يتعلق بالتضخم. من غير اشارات دي خالد، مثلا بغيتي تصنت لواحد خبير في الاقتصاد وتيتكلم علاش كاين وفين كاين الخلل، شكون هما الناس اللي كاين مثلا الدكتور نجيب قصبي. الدكتور نجيب قصبي دخلوا للتسجيلات ديالو وشوفوا التحليل ديالو. كاين الدكتور محمد طلال الحلو، دخلوا تابعوا يشرح لك فين كاين الاشكال. ثم من مساله هادو متخصصين الدكتور عمر الكتاني، الدكتور عبد الله الشرقاوي، هادو كلهم متخصصين في جانب الاقتصاد، غيقول لك اين الخلل باش حتى الا دوينا على واحد الحاجه ندويو عليها بعلم. اما الكلام ديال اللوح والكلام على عواهنه بهذا الشكل هذا راه اول حاجه لا يستقيم. شوف راه يقدر كلامنا يقدر ما يعجبش واحد العدد ديال الناس، يقدر يبان ليه بحال كنعصر ليه الحامض في عينيه وما باغيش داك الحرقه، يقدر. لكن شوف راه هذا الشيء هذه الساعه راه هذا الشيء اللي عندنا، ونسال الله عز وجل يتقبل منا هذه المسائل هذه. ثم مساله اخرى متعلقه بالجانب الاقتصادي والناس ما تردوش لها البال، وهي متعلقه بالتوحيد، وهي متعلقه بالربا. دابا الناس كيقول لك غلاء الاسعار وكذا الى اخره، كتقول لهم واخا اش اخبار الربا معكم انتم؟ تلقاه غارق في الربا. شحال ديال الربا ولا عندنا؟ ولا عباد الله عنده عادي انه ولاو دابا ولينا في حوايج اخرين. دابا راه صار دين الناس، صار دابا راه عباد الله خليك من الاسعار اللي هي مشكل، وخاص موالي الاختصاص يشوفوا ليه كيفاش يديروا ليه. لكن خذ معايا مثلا قضيه تغيير الدين ديال الناس. سمعتوا بالقضيه دابا اللي جايه في الطريق، ماشي عندنا حنا لكن راها جايه في الطريق، بدات في بلدان اخرى. مساله ديال توحيد الديانات، ما يسطر عليه بالدين الابراهيمي والبيت الابراهيمي، كذبا وزورا على كلام الله عز وجل وعلى سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى دين الانبياء من ادم عليه السلام الى رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. هذا دين جديد. شي واحد تيسول بهذا الشيء. هذا دين جديد. هذا دين قال لك دين جديد، وانه كل شيء داخل الجنه. لا اليهود والنصارى والمسلمين. سير شي نهار انت قول نصراني يقول لي انت راك كافر، ولا اليهودي يقول لي راك كافر. شوف ديك الساعه القضيه باش غتولي. مع ان الله عز وجل قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا كله شركيات، فهمتيني؟ فلذلك الدين عند الله عز وجل هو الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام وما يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه.